فتحية بوزيدي، مرحبا بكم. مشروع بوفاتي ترانزاغري تحويل منتوجات فلاحية للمرأة الفلاحة. مشروع تابع لبروديفيل كانطلاقة، وبعتلي ثمن منتوجات المنطقة اللي هي معروفة بالكرموس. خدمنا على الطماطم الشايحة، خدمنا على البرتقال الرونديل اون بودر، خدمنا على السيترون، حاجات اللي هي في السيزون تاعها تكون متوفرة بكميات كبيرة. حاولنا نثمنوها ونعلبوها بطريقة صحية اللي هي سوفيد. السوفيد هذا يصبر حتى عام عامين، حاجة معناها دو كاليتي، حتى يبيعها في لي غران سيرفاس، حاجة مزيانة وحاجة معناها مستهلك ينجم يشريها ومطمئن من. حتى طريقة التشييح والتجفيف قاعدين نخدموا على سشوار اون انرجي سولير. قاعدين معناتها نخدموا على الطاقات البديلة، طاقات جرين، المشاريع الخضراء. احنا بارمي لي بروجي جرين. خدمنا مع جرين ايت، بروجي جرين ايت كتثمين منتوج اخضر. وهذه نصير ندير ترياج نتاع البرودوي، شريحه بزيت الزيتونه، شريحه البنخداش بيولوجيه طبيعيه 100% ناتوريل، مجفف بطريقه طبيعيه وبالطاقه الشمسيه، مجفف بوسولار، ونخدموها بالسوفيد. السوفيد اللي هي ماكينه تخليها فارغه من الهواء وتخليها تصبر اكثر مده. يصير الفيزاج هنا، نزيدوها نوصلوها ل 100 غرام مثلا، او حنا الكونسوماتير اللي يحب الكونتيتي 100 غرام 200 500 كل معناها متوفر، وحاجه طبيعيه جاي الشتاء كفطور الصباح بالبسيسه، حاجه وقاعدين نخدموا حتى على الاكلات الحلوب بالشريحه بالتمر. سكر، قاعدين نخدم على السكر بتاع التمر اللي هو دبس التمر اللي هو سكر طبيعي، وباش نقصوا من الكونسوماسيون تاع البرودوي سكر بلون. عندها وقت معين كذا تعمل الهواء، بعد ثم بريسيون تصير ويتنحى منها الهواء الساشي. امبلاج مزيان وحاجه مزيانه للغران سيرفاس، للي يحب يشري كونتيتي كبيره نعلبوها ونحضروها حاجه طبيعيه.
يصير التكتاج نتاعها، التكتاج نتاع الكرموس نتاع الشريحة. فرصة في مهرجان الغربوز ببن خداش. مرحبا بكم، هذه فرصة باش تزوروا بن خداش ومع طقس مزيان ومع ظروف ملائمة للتفرهيد، معناها اللي جاي من بعيد تونس وبرشا بلايص. مرحبا بكم في بن خداش في مهرجان الغربوز. السلام عليكم، مهندس سعيد هدهود، رئيس مجلس إدارة لمؤسسة أرانكابو الخيرية لترميم المباني الأثرية. مؤسسة تهتم بالموروث الثقافي المادي ولا مادي. السنة اللي فاتت الحمد لله تمت بعد تتميم زيارتنا، توجت باتفاقية شراكة مع جمعية القصور ببن خداش. نحاولوا أن ننسقوا ما بيناتنا ونكملوا مشوارنا زوز، لأن التراث المادي مرتبط ارتباط كلي الجنوب التونسي وجبل نافوسا بالكامل منذ القدم. أعتبر فيه لا اختلاف في ثقافتنا بالكامل، أخيان مع بعض. هذه زيارتي الرابعة لبن خداش، حضرت فيها مؤتمرين علميات في بن خداش، والمهرجان الغربوز هذا الثاني. نتيجة الاتفاقية لابد أن نتواصل مع بعضنا، وبدعوة من جمعية القصور تم حضوري هذه السنة لموكبة المهرجان وتشجيع الإخوان في بن خداش في جمعية القصور وتشجيعهم والوقوف على أيديهم لزيادة هذه المناشط التي ترفع وتنمي ثقافتنا لنعلمها للعالم بإذن الله تعالى. الأخوة في بن خداش يعني جهودهم تذكر فتشكر، قاموا بمجهودات كبيرة جدا رغم الظروف المادية البسيطة جدا، ولكن بجهودهم تظفر هذه المهرجانات لتعطي نشاطات في المستقبل. سيدي، أنا اسمي محمد شماخ من مدينة الحرامات. كنت زرت بن خداش في توا فما une trentaine d'années en arrière، وكنت خدمت في مدينة مدنين كأستاذ إنجليزية بمعهد عقابس. وفي نفس الوقت دوك الزيارة هذه جات في نطاق دعوة وجهها لي سي علي الدرمولي باسم القدماء من عبيد مدنين، وهو الهدف من الدورة هذه كان نشر معناتها كرة اليد. دونك انا اللي جابني هنا هي كرة اليد، وفي نفس الوقت دونك تشرفنا باش حضرنا، معناتها كنا محظوظين باش حضرنا المعرض هذايا نتاع نسميوه انتم، احنا نسميوه الشريحة في المنطقة بتاعنا في الحمامات، انتم تسميوه الدربوز. دونك ما شاء الله فما عدة معناتها قاعد نشوف اللي فما عدة معروض، عدة عروض معناتها ممكنة موجودة، وعدة منتوجات اخرى فلاحيه. دونك ربي يعاونهم الوكيان هذوما. احنا عملنا دوره اوليه ومن بعد كدعم ليهم باش نحاولوا زاد ناخذوا بعض المنتوجات. وبن خداش معناتها منطقه ديما حلوه، اللي يجيها يرتاح فيها، لان ناسها باهيين واهلها، وهي مدينه تستحق كل خير. السلام عليكم، الاسم محمد بن محمد عساري من طبعا ولاية مدنين مع تمديد سيدي مخلوف تحديدا من الجوف. وثاني مرة يسمح لي الحظ باش نجي بن خداش نزور مهرجان الغربوز بخداش. يعني هذه عاداتنا وتقاليدنا حتى من قبل، يعني بالنسبة للغربوز والشريح هذا عشنا نعرفوه حاجة باهية يعني، بارك الله سمحة. وزرنا هني المهرجان حاجة رائعة باهي، واتصلت بالاخ يعني رحب بي يا سيدي ومتشرفين على الزياره، وان شاء الله من مزيد، وربي يعاونكم وبارك الله فيكم.